ما دام الولد منجمعين وجاي يشاهدون لعبة العراق، تعال اسوي لكم افضل وصفة اندومي على الاطلاق. خلص الشوط الاول وخلنا نسوي الاندومي سريع. جمعت الفلوس من الولد، يلا خلنا نروح نشتري من الاسواق. اذا انت برشلونة وجاي شاهد الفيديو بروح ما خلينا متابع حتى نوصل ل 200,000. سوقت المسواق ويلا تعالوا خلنا نسوي الاندومي. جبت 5 اندومي وهذا الشيبس اللي اسمه هو تعلوله. اول مرة بحياتي اشوف المنتج عراقي وبربع دينار، كلش طعمه طيب وجميل، انصحكم تاكلونه. هذا مسواقنا وهاي المكونات مالتنا. يلا خلنا نسوي اندومي سريع قبل لا تبدا اللعبة. اول شيء وكل عادة لازم تثرم بصل. راح تشغلون الطباخ مالكم الجميل وتخلون القدر على النار. اول شغله حتى تسوون الاندومي لازم تخلون الزيت، والشغله الثانيه تخلون البصل. تحمسون البصل بهاي الطريقه يكون يصوفر حتى تجيبون المعجون وتخلونه. وبعد ما خليت المعجون لازم تخلون المي ويطلع لكم بهذا الشكل. حتى نسوي نكهه بالاندومي حلوه لازم تخلون بودره الثوم. بعد ما عندكم المي فار مال الاندومي راح تخلون الاندومي والبهارات مالت الاندومي اللي هي النكهه والفلفل الحار. خير رباني ملك الاندومي يا اخي، ماكو واحد يلحقني بالاندومي. تنتظروني يلا راح اخلي القبق حتى يتهدر كل الزين. وبعد ما تهدر وفار الاندومي طلع لنا بهذا الشكل وبهذا القوام. اتحدى واحد يسوي اندومي بهاي البساطه. تدرون بي انا ملك الوصفات وملك الاندومي، ماكو شيء اسويه اذا ما يطلع طيب، وانا راح اقيم الاندومي مالتي 10 من 10. لين انا ملك الاندومي. وهسه لازم نخلي ابو العوف ياكل ويتذوق ويقيم لنا من 10. 8 من 10. طيب ومو بس ابو العوف يقيم، لازم اخلي رسول من عمي همين يقيم الاندومي. والله طيب 9 من 10. طيب وما تحلى قعدتنا واللعبه لازم نشرب بيبسي بغداد. واحنا قاعد ناكل. اوه العراق قور اخوان، العراق قور. ابو العوف شنو رايك؟ يا اخي حجي اندومي. هذا الاندومي هذا الجول الاول جبناه واحنا بالاندومي باعوا له. على قولك هذا زيدان اقبال، تعال لازم تاخذ لك خاشوقه اندومي من يمين انت قولت بفضل الاندومي. وهذا كان اللي فلوق مالنا الحلو والجميل. اتمنى تدعمونا باللايك والمتابعه فضلا وليس امرا.